السلام عليكم. البارح كما الناس الكل نهار السبت في الليل قعدت نستنى في سي مهدي جمعة باش يقدم الحكومة نتاعو بعد مقابلته مع رئيس الدولة في قصر كرتاج. البارح سي مهدي جمعة صرح وقال اللي يمكن ياسر رئيس الحكومة ما يكونش هو، ينجم يكون واحد آخر. عجب يا أخي، مش وقع رباعي وحظبة وزحمة واجتماعات والدنيا داخلة بعضها واتفاق ووفاق ومستيري مش مستيري، فيلالي مش فيلالي، بنور مش بنور، في الاخر سي مهدي جمعه وقع الاتفاق عليه. يا اخي عينوه باش يعلمنا اللي ثم واحد اخر. شنو هي الحكايه؟ حسيت خوكم بصراحه، ونحب نعطيكم رايي كما تراوش مانع. نقول لكم اللي ثم لعبه ملعوبه وربي يسترنا منها. انا قلت شنو؟ قلت بالك النهضه معناتها كي خارج، كي باش تخرج من الحكومه المعارضه ما عادش يساعدها، بطلت المعارضه، عملت تحليل بعد البحث والتفحيص قالت ما يساعدناش. النهضه باش تخرج من السلطه هذه مانيش باش نربحوا فيها النازله. كمست قالت احنا نحبوا نخسروها ويظهر لي باش تمنع. هوني في النهضه تخرج من الحكومه، تولي معناتها تمشي للقواعد نتاعها، تمشي تنظم روحها، الغلطات نتاعها تولي عاد تزينها وترجلها وتبرقشها، فهمتي ولا، وتزركشها، وتمشي للحوم وتمشي لداخل الجهات وتخدم خدمتها وتلقاها معناتها تلقى روحها متنفسه. المعارضه يقول لك ما ساعدناش يعني. لا شنو نعملوا احنا؟ اذا المعارضه ما عادش حاجتها باش النهضه تخرج من السلطه، شنو نعمل؟ نمشيو نلحلحوا بالنهضه تعمل مزيه ارجع للحكومه؟ هكا معناه؟ اي وكي النهضه ما تقبلش باش ترجع للحكومه، ها شنو نعمل؟ نمشيو للامريكان والقطر نقول لهم بربي تعملوا مزيه توصلونا للنهضه وترجع لنا للحكومه، حاجتنا به ماذا حاجتنا به؟ كي تبدا هي في الحكومه ننزلوا نعفسوا نغفصوا ونعملوا خدمتنا ونوريو اللي هي ما تعرفش تحكم وكذا. با هي كي النهضه تقول لك لا انا توا مرتاح، انا توا باش ندخل في المجلس التاسيسي ونقعد على روحي، ننشط كما اي نائب ونخدم كما اي حزب، ولا تحاسبني انا كسلطه ولا تحاسبني انا كحكومه ولا حد شيء. ما يا سيدي انا تحت الضغط الشعبي قابل، معناتها احنا النهضه قابلين باش نكونوا معناتها خارج الحكومه. هي شنو نعملوا احنا اذا هي توا خرجت من الحكومه واللي توا ما عادش باش يجيها الضغط؟ شنو نعمل؟ المعارضه شنو الرأي متاعها في الحكاية هذه؟ قعدت نخمم أنا أخوك، قعدت نكمبص. قلت بالك ما هو راشد الغنوشي عمل تصريح دنيرمان وقال اللي راهو تحسين الثورة ما عادش وقته. نداء تونس يكمبص يخمم، يقول لك شنو الحكاية هذه؟ صار ولا هكا هو ولا ما عادش يطالب بتحسين الثورة؟ صار ما لا الحساب هذا الحكايه فيها واو، اما لا احنا باش نطالبوا بتحسين الثوره ويولي نداء تونس يطالب بتحسين الثوره والنهضه فهمت ولا معناتها ما عادش حاجتها بتحسين الثوره. ايش عملنا وش مليحه؟ ايش عملنا؟ نمشيو نلحلحوا بنداء تونس نقولوا له بجاه ربي ما تطالبش بتحسين الثوره. هيا هاو توا النهضه ترجع طالب تحسين الثوره، نمشي نلحلحوا بالشيخ راشد الغنوشي بجاه ربي تراجع في التراجع اللي تراجعت فيه. راهو تحسين الثوره ما كش انتم طالبتوا به، جماعه النهضه والترويكا باسم حقوق الانسان وباسم المنظومه العالميه نتاع العداله الدرشنيه ودرشنوا ما كومش تتكلموا هكا وهكا. ايش بيكم بطلتوا؟ شبيكم؟ ما هو على خاطر هذيك هي السياسه، ولكل مقام مقال ولكل مقال مقام، واحنا تويك يلزمنا معناتها نتصالحوا ويلزمنا. يا خويا نداء تونس ما عادش حاجته بالتصالح، ما يساعدوش. قال لك يا خويا احنا نحبوا تحسين الثوره.
نمشيوش نلحلحوا توا من دا تونس بجاه ربي صيب عليك من تحسين الثوره، فك علينا. هيا خويا هاو يا سيدي بوسوا بعضكم انتم والنهضه ورجلوا لنا الامور، خلي البلاد تمشي يصلح رايك. وانت يا جبهه الشعبيه بربي معناتها ماكش انت فهمت لا طالب باسم الكادحين والعمال. هيا هذا فك، لا احنا معناتها نحبوا نفهموا ساعه قبل كل شيء، وما نحبوا حتى شيء فهمت لا يكون كما قبل، وما ثم حتى تسميات وما ثم. يا سيدي هاو النهضه تنجم تقول ايه، تجيش تقول ايه نقولوا احنا لا، تجيش انتم تقولوا لا تولي هي تقول ايه. احنا شنو مصيرنا؟ قعدت نكرم بس انا نخمم قلت بالكش جماعه زادت تغشوا، جماعه المعارضه سورتو جماعه التجمع نبذوا. بعد اللي الشيخ راشد القرنوشي قال لك انا ما كنتش مع فكره حلان التجمع الدستوري الديمقراطي. احنا معناتها توا معناتها نعيشوا في مناخ ديمقراطي ونصارعوهم ونفصلوا الحكايه معاهم بفضل الانتخابات، وانتخابات شفافه وعفافه ونظيفه ونزيهه وكذا وكذا. هي والتجمعين ما عادش حاجتهم يا سيدي، يقول لك حسبني. بعد اللي فهمتني الراجل ولا لا طالب تحسين ثوره ولا ما عادش طالب المحاسبه، غير بركه فهمت ولا كل شيء معناتها يمشي في المصالحه. جماعه التجمعين ما يساعدهمش، يقول لك يا خويا حاسبوني. توا طالبين المحاسبه، اش عملنا وجا مليح. توا سيدي التجمعين طالبين المحاسبه، نداء تونس يوليوا مثلا يطالبوا بتحسين الثوره، بعد اللي النهضه ما عادش حاجتها بتحسين الثوره وما عادش حاجتها بمحاسبه الفساد. اش عملنا وجا مليح؟ احنا الشعب، احنا الشعب المواطنين شنو مصيرنا في الحكايه؟ نقعدوا كره يعني ما اتفقتوش ولا تتفقوا باش ما تتفقوش وتخليوا البلاد هكا الشعب على خاطر ساكت لكم؟ هذا كفاه الشعب، هذا كفاه الشعب اللي خرجكم من الحبوسات، هذا كفاه الشعب اللي يرجعكم من المنفى، هذا كفاه الشعب اللي خلاكم تسيروا وتعملوا اللي تحبوه، في حين اللي معناتها ثم مطالب التوا ما استجبتوش عليها. التوا العداله ما ثماش، حريه التعبير. ايش يعمل بها المحتحت حريه التعبير اذا خبزتوا ما يلقاهاش؟ انتم حريه التعبير لقيتوا بها خدمتكم وحسنتوا بها وضعياتكم، انتم حريه التعبير بنيتوا بها دياركم، شديتوا السلطه وما حسنتوا حتى حد، وعدتوهم باسم النزاهه وباسم الاخلاق الحميده، وتوا ما وقع حتى شيء. يا ناس يا اخي العباد هذوما ايش تحبونا نكونوا احنا عندكم انتم؟ كره الى متى كره؟ يزيو ما تربلتوا بينا، يزيو ما رميتوا بينا البلانتيات، يزيو ما مركيتوا بينا الكفرونات، يزيو ما خدعتونا، يزيو ما وعدتونا وما عملتوا شيء. البلاد قاعده تتشرى، قاعده تتباع، مئات المليار دوات تبخرت، ناس ما تلقاش معناتها باش تاكل خبزه اليوم. خموا يا ناس على المناطق اللي ما فيهاش محطه نتاع كار، خموا على عشرات الالاف مئات الالاف من الشباب العاطل على العمل، يشوف المليار دوات قاعده تتبخر وهو ماهوش لاقي خبيزته، ماهوش لاقي خدمته. مئات المليار دوات كنا نجموا نبنيو بها سبيطارات وكياسات ونعملوا فيها معامل، وتخسروا علينا تقولوا فهمتوا لا هذيك السياسه تستوجب المصالحه. مصالحه بتاع شنو؟ مصالحه شنو؟ مصالحه ما بين شكون وشكون؟ بين الظالم والمظلوم. هذه المصالحه اللي تحبوا عليها؟ هذه اللي باسم حقوق الانسان، باسم الحريه؟ يا ناس راهو ثم عباد معناتها قاعدين يطردوا من ديارهم خاطر ما عندهمش باش يخلصوا كراواتهم. شباب مسكين يقعد يمشي 12 15 كيلومتر على السقيل، ما عندوش محطه نتاع كار باش تهزه باش يمشي يقرا. مناطق معناتها اكبر مؤسسه تنجم تخدم العباد هي سوبرات تخدم 10 من الناس كانتارد. هي شعبنا هذا كفاه اللي احتاجكم الحريه. الى متى يقعد وضعنا في بلادنا خيرنا في دينا هرب علينا؟
هذا كله على خاطركم تتصارعوا وتتحاكوا وتتعاركوا على مصالح، على مناصب. شنو هي الضمانات اللي تعطيوها للشعب التونسي اللي طالبين منه باش يتبعكم، باش يكون باش ياخذ حقه؟ عطيوه شنو هي الضمانات اللي عطيتوها بخلاف الكلام؟ ايش واحد منكم قادر باش يلتزم انه في صورة ما اذا لا يطبق الوعود نتاعه يسجن لانه يمس بمصلحة البلاد، يمس بمصلحة الاجيال، ويمس بمصلحة الوطن، ويمس بخيرات الشعب؟ اشكو واحد منكم قادر انه يلتزم باش في صورة ما اذا يوعد ولا يطبق ما وعد به انه يتحاسب ويطرد من المكان اللي كان اللي تعين فيه؟ اسكو واحد منكم قابل انه يبين ويوضح ويأكد الشيء هذا؟ يا ناس ثم ناس قاعدة تبكي، شفتهم بعينيا، ناس ترمي روحها للزبل بعد الثورة، ترمي في روحها للزبل، تمشي تفركس في الزبل باش تلقى ما تعيش، وانتم تو رافضين انكم تتفقوا. ماكشم عملتوا رباعي وقلتوا فهمتوا لا الاحزاب الكل اتفقت، يا اخي اتفقتوا باش ما تتفاهموش. على شكون جدي اللي الحكايه مربوطه كان معناتها بعدم اتفاق؟ يا اخي جد، يا اخي ثم مشروع كبير اختلفتوا عليه. الحكايه الامنيه شنو المانع باش يتكون مجلس امني معناتها على مستوى عالي يشاركوا فيه الحكومه والمجلس التاسيسي والاحزاب؟ وقيلونا بلادنا قاعده تضيع، شعبنا معناتها سليم مسالم، اعطاكم يعني ما ريتش الشعب مسالم ورايت قد شعب تونس، وانتم معناتها الخير معناتها قاعدين تعبثوا بيه. مع كامل احتراماتي للشرفاء، مع كامل احتراماتي لأهل العز وأهل الكرم، من فضلكم خموا على تونس، خموا على شعب تونس، من فضلكم.